حلقة النهاردة حلقة خطيرة. حلقة النهاردة هتفرق في مستقبلك النيها ده بشكل بص ما اقولكش. ولو عملت اللي في الحلقة دي هتندم ندم الدنيا والآخرة، وزي ما انا بقول لك كده هتندم ندم الدنيا والآخرة. يلا بينا نبدأ في الفيديو ولا قرف بقى، الله يرضى عنك. عشان تبقى مؤثر في المجتمع اللي احنا عايشين فيه ده لازم تكون بلا قيمة بلا قيمة. انا عارف الاتنين نفس المعنى، خليك في حالك. بلا لازمة بلا أي حاجة على نفس المعنى ده. يعني بص يا سيدي، شايف معظم النجوم وألمع النجوم اللي في مجتمعنا ده كده، هم معظمهم أو بعضهم واللي هو ألمعهم هم ولا حاجة. وطبعا طبعا طبعا احنا لا نقصد إهانة لأي شخص عشان بس ايه الحوار ما يتفهمش غلط، وناس تقول كلام غلط عننا. الحوار ما يقصدش بيه إهانة لأي حد خالص. فألمع النجوم اللي انت شايفهم دول هم ولا حاجة. يعني مثلا لو عايزين نمسك طريق الغنى وانت تطلع الموهبة اللي جواك وتشق طريقك بإيدك وتنحت في الصخر وتعمل هطل والكلام ده كله، مش لازم يكون عندك موهبة. الله، يعني مش لازم تكون بتعرف تغني أصلا. وبرضه مش لازم يكون عندك الموهبة اللي المفروض حد يكتشفها من جواك منذ صغرك كده. لا، تدخل على نفسك تقول لها احنا عايزين نقعد قعدة عرب مع بعض، أنا عايز أغني. هتديك ورقة وقلم، أنت هتبدأ الأغنية بسم الله الرحمن الرحيم بتاعتك كده، بان انت عندك صحاب جدعان وبص يعني ايه، واخواتك رجاله وواقفين في ظهرك ومساعدينك وكده، وكله بقى ايه كلام سرسجيه طبعا. او اركن الكلام ده كله على جنب وخش على ان مفيش صاحب جدع، وان والعيش اتاكل والملح اتبلع والميه اتبخرت والفرخه اتحمرت وكل الكلام بقى ايه العبيط ده كده. حط منه احشي دقيقتين، وفي الاخر اختم بايه بانك انت بقيت بقى بسم الله ما شاء الله بقيت غني، وبدل الشركه 3 وبدل القصر 4 وبدل العربيه 10 وهكذا بقى كده. هتطلع بسرعة وتبقى انت بقى الانسان الشقيان اللي بدأ من صغره وهو بيشتغل من عنده 5 سنين، واكتشف موهبته بالصدفة. كان طول الشغل بيقعد يغني، فجي واحد وثبته وقال له انت هتبقى حاجة يا ابني. وان كان بتيجي عليك ايام ما كنتش بتلاقي تاكل ولا تشرب فيها، وكنت ما بتلاقيش الرغيف تاكله. ما احنا كلنا مش لاقيين الرغيف ماشي، بس احنا بنتكلم على قد كده تمام. وانت في الحقيقه كتبت الاغنيه دي وانت عادي راجع عادي جدا من البيت لبيتك، عادي راجع لبيتك عادي، وجبت ورقه وقعدت ايه تشخبط فيها كده. انت كتبت اغنيه، والنغمه جبت نغمه كده. كل الاغاني الشعبيه كل الاغاني بتستخدم نفس النغمه دي، بيغيروا حاجه بسيطه قوي انت حطيتها برضه عادي شغال ما بيقولش لا. وتسمي بقى نفسك احمد شطه وعبده ارنب وائل صموله وعمرو مسمار والكلام ده كله. وطبعا تبقى انت بقى مستني تدرس في الكتب وتتعرف وتبقى قدوة، والناس تمشي ايه ده، مش ده عمرو قرن فلفل اللي بيغني، مش ده وائل صليبة اللي بيغني، عمرو مسمار، وهكذا بقى. عارف انت بقى التأثير اللي انت عايز توصله ده ايه؟ تأثير الهطل. اللي هو ده انت حد بيحبك ولا عندك موهبة ولا حد طايق يسمع صوتك ولا حد قادر يشوف خلقتك ولا اي نيلة، ونسبة اللي بيحبوك اللي هم اهلك ومستحملك بالعافية اساسا وانت عاملهم معجبين وكده، ما يجوش حاجة جنب اللي بيكرهوك وبيشتموا فيك من وراك. وانت مصمم تتصدر، وانك انت خلاص بقى تتصدر الصورة كده وتبقى ايه، ونجم مصر الاول والاعداء والحاقدين كده. عارف انت في الحياة ما تقولش انك انت لما تتعب مش هتلاقي، وانك انت اخترت الطريق السهل. هو الطريق السهل ماشي، بس نتيجته مش هتبقى حلوة، او الحاجات اللي حلوة فيه مش هتيجي حاجة جنب الحاجات الوحشة اللي فيها. ومفيش حاجة اسمها تعب حد بيروح، تعبك ما بيروحش، ربنا ما بيضيعش تعب حد. الحلقة دي بجد كده ليه يا جدعان؟ في ايه؟ احنا كل جمعة بنطلع نضحك نستعبط. الحلقة دي بجد ليه كده؟ بس انت عارف انا حاسس ممكن يطلع من الحوار ده جزء تاني، فعشان كده لو ما اشتركتش اشترك. فعشان كده ما اشتركتش القناة اشترك دلوقتي. لو ما عملتش لايك اعمل، لو ما عملتش شير شير، لو ما كتبناش كومنت حلو زيك اكتب، وفولو على الانستا وعلى التيك توك. ونراكم في حلقة قادمة. سلام سلام يخرب بيت